إيداع 4 مسؤولين جزائريين الحبس المؤقت على خلفية أحداث ملعب 5 جويلية. شفاو الأحداث المؤسفة اللي صارت في ملعب 5 جويلية، الله يرحم اللي ماتوا خاوتنا. شفيتوا له؟ تبع تفاصيل تشوف المحكمة الجزائرية ومحكمة بير مراد رايس واش قررت بخصوص أحداث مباراة مولودية الجزائر ضد نجم مقرة والتي عرفت وفاة 4 مناصرين رحمهم الله. تبع معايا تفاصيل. إذن قاضي التحقيق لدى محكمة بير مراد رايس قام بتوجيه الاتهام لكل من: 1. قادا ياسين مدير عام مكلف بتسيير المراكب الأولمبي محمد بوضياف. 2. حاج علي محمد بالقاسم نائب مدير مساعد ومدير وحدة ملعب 5 جويلية. 3. عطوش علي مدير التجهيزات والصيانة بالملعب. 4. الرازم سفيان رئيس ورشة تقنية بملعب 5 جويلية. المتهمين وجهت لهم تهم أساسها جنحة الإهمال وعدم الاحتياط المؤدي إلى الوفاة. طبعا تهم أساسها هذوما التهم الكل التي وجهت إلى هؤلاء الأشخاص: جنحة الإهمال وعدم الاحتياط المؤدي إلى جروح خطأ، جنحة الإهمال وعدم الاحتياط المؤدي إلى الخروج خطأ، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 288 289 و482 من قانون العقوبات و33 من قانون مكافحة الفساد. بتاريخ اليوم الموافق ل 27/9/2025 تم سماع المعنيين المذكورين أعلاه من طرف قاضي التحقيق، أين أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت كل من: قادا ياسين مدير عام مكلف بتسيير المركب الأولمبي محمد بوضياف، بالقاسم بن علي نائب مدير مساعد وحدة ملعب 5 جويلية. 3. عطوش علي مدير التجهيزات والصيانة بالملعب. هرزم صفيان رئيس ورشة تقنية بملعب 5 جويلية. قاضي التحقيق أمر بوضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. خوتنا، الدولة الجزائرية والقانون الجزائري لا يتسامح بكم الهائل من الإهمال، خاصة الذي وقع أثناء المباراة. متابعينا الكرام، إذن هذا هو بيان محكمة بير مراد رايس بخصوص أحداث مباراة مولودية الجزائر ضد نجم مقرة والتي عرفت وفاة 4 مناصرين رحمهم الله. الحمد لله العدالة الجزائرية راهي تحركت، وهذه العقوبة إن شاء الله لكل مسؤول راه يتهاون. كل مسؤول داخل الجزائر يتهاون ويتقاعس ولا يريد ما حبش يخدم خدمته، العقوبة ليك إن شاء الله يضربوك بكاش 10 سنين حبس. هذه فقط إيداع المتهمين الحبس المؤقت، مازال العقوبات أنا قلت لك من 10 سنين وطلع. اللي راح يقول لي 10 سنين قليلة، اكتبوا لي انتم في التعليقات مسؤولين اللي داروا هذه الأخطاء وتسبوا في وفاة مناصرين أبرياء كانوا راح يروحوا باش يشوفوا مباراة. قولوا لي انتم في التعليقات وش هي العقوبة المناسبة لهذه المسؤولين. سلام عليكم.